انسي المخرطة وتعالي بقى نشوف هنعمل القمر ده ازاي. بصوا من وداعا بقى للتعب والحاجات دي خالص. يلا بقى بينا نجيب ايه الكبة بتاعتنا. حابة تعمليها في الخلاط برضو ممكن، مفيش اي مشكلة. جبنا هنا بقى معانا الكبة وحطينا عليها نص كوباية مية عادي من الحنفية عادي جدا خالص، طبعا بعد ما غسلنا الملوخية يعني وكده. بصوا حطينا نص كوباية المية، شايفين قد ايه هي يعني بتتضرب معانا او بتتخرط معانا بكل سهولة. ولونها طبعا برضو حلو جدا، شايفين زي ما احنا شايفين كده، ومحافظين كمان على القوام بتاعها ولونها. وبصوا حاجة كده تحفة. يعني هنجيب بقى هنا حلة ونحط فيها معلقة من الزبدة او السمنة. حابة تحطي زيت على سمنة مفيش مشكلة، بس يعني الافضل حاجة يعني السمنة. وجبنا معلقة كده كبيرة من الثوم المفروم. طبعا هو متفرز في الفريزر عادي. طلعي كده وحطي معلقة كده حلوة. نحط بقى هنا مكعب من المرقة، طبعا لو عندك شوربة تستغني عن المكعب الماجي المرقة يعني. وبس نيجي بقى نحط هنا ايه مية على قد بقى، طبعا ما احنا يعني ايه مثلا ممكن نقول كوبايتين ونص من المية، لاننا احنا حاطين نص معاها وهي بتتضرب. حطينا هنا رشة من الفلفل الاسمر، حطينا ملح برضو ما نكترش الملح، طبعا التوم بيبقى فيه ملح تمام. نسيبها بقى كده لغاية اما تغلي كده بالشكل ده، شايفين كأننا عاملينها بالشوربة بالظبط يعني، لون وريحة واو يعني. نزلنا هنا بقى بالملوخية. طبعا مع عندك مضرب يبقى افضل حاجة او شوكة، ما عندكيش مضرب تمام حطي اعملي بضربي بالشوكة. شايفين القوام بتاعها تحفة قوي وحلو كده، ولونها برضو ما راحش تمام. طبعا اي ريم بقى هتلاقيه على الوش كده يعني نفضل يتشال يعني، عشان ايه مش مستحب يعني. هنشيله كده بالمعلقة او بالمغرفة زي ما احنا شايفين، عشان ايه نخلي الملوخية معانا نقية كده ولونها حلو كده وايه حاجة كده لذيذة يعني. طبعا وانتي بتتفرجي بقى ما تنسيش اللايك وتعملي كومنت لو عجبك الفيديو، وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش في القناة. وتنوروني كده. شايفين يا جماعة لونها حلو جدا وتحفة، وطعمها وريحتها عايزة اقول لكم حاجة حلوة حلوة ايوه يعني حلوة قوي. اتمنى تكون عجبكم يا رب ان شاء الله. وطبعا يلا بينا بقى ايه تاخد غلوة ونقدمها كده بالشكل ده في بولة او في طبق زي ما احنا متعودين يعني. وبس كده، كده تكون بقى ان احنا خلصنا الفيديو وعملنا شوية ملوخية، ولا خرطنا ولا بقى نوسخ صواني ولا الكلام ده كله. ويا رب تكون عجبكم، اشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم.